تساؤلات هواية شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لفتيات حضروا مباراة يوم أمس بين الطلبة والقوى الجوية، والبعض صار يسأل معقولة عندنا عنصر نسوي على المدرجات؟ والبعض الآخر يتساءل ممكن نعتبر الملعب مكان ترفيه للعائلة؟ وأسئلة هواية كانت تحتاج لإجابات راح تشوفوها كلها بهذا الفيديو. مساء الخير. مساء النور. شو تشجعين؟ طلبة. شلونهم الجوية؟ زينين، لعبهم حلو، اليوم كله هجوم على الطلبة. شلون شفت أداء الفريق؟ بعد ماكو جول فما نقدر نحكم. تتوقعون الفوز؟ اي مفروض، انا اتوقع 2-0. عندكم كأس آسيوي وجايتكم مشاركة آسيوية جاية، شلون تشوفين الفريق؟ كلش زين ولعبهم كلش حماس، واهم شيء ان هم متفقين بيناتهم، هو هذا الاساس يعني بالفريق، ما طول يتفقون ان شاء الله يفوزون. نسولف باختصار عن الملاعب متاحة للعائلة. الملاعب متاحة للعائلة، فكرة انه فكرنا بيها انه ليش بالعراق العوائل ما لهم فرصة يحضرون مباريات الدوري او مثلا باشر عقبه اذا صار ان شاء الله مباريات رفع الحظر للمنتخب العراقي، يعني فرص كلش قليلة. فحبينا انه تصير هاي الفرصة متاحة، يقعدون حتى لو بالمقصورة الذهبية بالبداية او على الجوانب او شيء. حب علي للطلبة خلانا نقطع اللقاء بسبب هجمة خطيرة للأنيق شردت بذهنه وخلته يتفاعل وياها. هي مبادرة كلش حلوة وغريبة من نوع ما، خصوصا ان المرأة العراقية يعني تعرفون الظروف انه يعني ممنوعة من هاي الأجواء وممنوعة من هاي الفرص، بس احنا يعني بوجودنا وبوجود الطيبين وبوجود المثقفين اللي يهتمون بالكرة العراقية وبالشأن العراقي، أتمنى انه من خلال هاي الأرض انه تكون متاحة لجميع العوائل العراقية نساء ورجالا، ويعني الكل يشارك هذا الشيء. ملاعب فعلا متاحة للعائلة؟ اي هذا دليل، احنا جيتنا هنا وقعدتنا هاي الحلوة دليل انه هي متاحة للعائلة. احنا نعتقد انه احنا ما نقدر نجي وهذا المكان يخص الرجال فقط، واحنا النساء مسوين هذا المكان يخص الرجال، لان احنا ما نبادر. فاني مو كلش ويا كرة القدم يعني مشجعة، بس اخواتي فجبتهم وصديقاتي واجينا كنا هنا سوا حتى نشوف يعني ممكن شنو يصير هنا. وهسه القعده مالتنا اذا شفنا كلش مرتاحين، ما حد تعرض لنا، ما حد حكى حكايه ما حلوه، بالعكس طونا مكانهم الولد الامر طبيعي مو مثل ما احنا نتخيل. لي يعني الشعور الاول اول ما صعدتي وشفتي الملعب؟ بصراحة كلش رهبة غريبة وحلوة، يعني وخصوصي انه اني ببغداد ودافوت هيجي مكان، لان تعرف محصور بالذكور هذا الموضوع، بس شفت لا عادي ناس متقبلين وحلو وحماس مبسوطين. قبل بالستينات والسبعينات كانت هاي الامور طبيعيه، هواي امور كانت طبيعيه، بس احنا الحروب والامور اللي مر بيها بلدنا خلانا ننتبه على امور نقول اهم اكثر، بس هاي الامور البسيطه يعني هي اساس الحياه. حلو اليوم العائله تشارك او تشجع فريق معين ويحضرون هيك اجواء، هذا الشيء يعني يرابط العائله وبلس همنا يزيد من شلون البهجه، لان احنا قليل ما عندنا شيء بالعراق ممكن نتسلى به غير بس مطعم ومول. صحفيين وناشطين ابدوا تفاعلهم مع الموضوع والفكره وتمنوا استمرارها. حقيقة استبشرنا خير، يعني شاهدنا بعض العوائل في المقصورة الرئيسية للملعب، هذا يدل على الانفتاح الكبير في مشاهدة لعبة كرة القدم وإتاحة فرصة للعوائل العراقية أن تتمتع بهكذا مناظر، خاصة بعد يعني الاستبداد الأمن الأخير، الوضع الأمني الجيد. إن شاء الله نتمنى المستقبل السعيد، وأيضا هذا إضافة قوية إلى مشروع رفع الحظر المفروض على الكرة العراقية. بالعطلة وشبكة الكرة العراقية بمبادرة الملاعب متاحة للعائلة تريد توصل فكرة للعوائل بأن الملاعب مكان ترفيهي ممكن يجمع العائلة حال المسرح والمول والسينما، وممكن تقضي العائلة أوقات ممتعة بالملاعب، خصوصا مع تزامن الموضوع مع مشروع رفع الحظر عن الملاعب العراقية. وحتى لا ننسى كل الشكر والتقدير لإدارة ملعب الشعب لتعاونهم ويانا بهذه الخطوة، وننتظر عوائل أكثر
بالمباريات اللي جاية. رياضة تجمع الكل.